فيديو اليوم من برلين رح نصور بأربع محلات الأكل عندهم غير شكل. رح نصور فطور، غدا، سناك وحلويات. الفيديو رح يكون رهيب قلب العاصمة الألمانية برلين. خليكم معنا. عندنا مثل بسوريا بيقول وشه ما بيضحك للرغيف السخن. ليش؟ لأنه أي حدا بيشوف الرغيف السخن رح ينبسط، لأنه بيعطي فرحة، بيعطي سعادة. رح نبلش الفيديو تبعنا بالفطور بمكان اسمه الريف، فطاير مناقيش وين على التنور كله فريش. بسم الله نبلش. يا ويلا هذا الخبز والله العظيم شو ما حطيت معه بيطلع رهيب. رح نجرب 3-4 شغلات ولنشوف. بسم الله. بسم فورا مباشرة. يا سلام. مخبز الريف، هلا شو بميزه؟ بميزه انه كل شيء فريش وعنده تنور. هلا شغله انا بحياتي ما جربتها اسمه خبز عروق. هذا الخبز بيكون خضره واهم شيء انه معجون باللحم، فيعني بتوقع هيدي تكون وجبه رهيبه. واخذنا كمان طبعا عندهم الزعتر، محمر، السبانغ، موزاريلا، نوتيلا، عندهم كثير شغلات كلها فريش واسعارها كثير رخيصه. فهون قررنا نبلش الفطور. بسم الله. خضرة دايبة مع العجين، اللحمة دايبة مع العجين، ما بتحسوا انه في لحمة كثير قوية، يعني ما في نكهة لحمة قوية كثير، يعني ما بتحسوا انه لحمة بعجين او شيء، كثير رهيبة. طبعا هي بتكون كلها معجونة عندهم، يعني كل المواد بيجيبوها هن، رهيبة. انا اول مرة مجربها، اذا انتم مجربينها قبل اكتبوا لنا بالتعليقات او اذا في نسخ ثانية. هلا بعتقد هي اصلا من العراق، خيالية. المناقيش خلقت للزعتر، اذا ما في زعتر ما في مناقيش. وهي اللقمة الذهبية، بنحط لها شوية خيارة، بنحط لها شوية بندورة، كاسة الشاي معها، هي اللقمة الذهبية. يا جماعة ما دام العجينة والخبزة فريش وطرية، بالله شو ما حطيتوا عليه بتطلع رهيبه. بسم الله. هي السعاده. شفت شاي اكرك عجام. يا صباح الخير يا برلين. جاهزين؟ هلا بلشنا عم نحمي. انا لازم هلا جرب محمره، بس انا ما فيني، انا زدت كيف ادوم اكل الجبنه بدي اشوفها. يا جماعه كيف انتم شوفوا هو بياكل بهيك الكل مبسوطه، انا هلا نفس الشيء، طعم نفس الشيء كنت انا اتخيله. ما معقوله. جيب الموزاريلا، هي لازم تجربها. طيب هلا بناخذ محمره، انا كثير بحب المحمره. ليك بديش كريمين كمان، يعني ما بترشوكي حطوا شويه محمره، لا مزبوط. نشوفه فيها شويه حد، شويه حموضه وشويه حلاوه، يعني محمره نظاميه. بين عامله فريش، بين كثير طيبه، حتى نحلاتنا بيحبوه يعني كثير حلو. يلا اللي بعده. المطعم الثاني هو مطعم الريف. ببرلين وبأوروبا بشكل عام كثير ناس ما صاحبين مطاعم، ما شفية، فتحوا مطاعم. هي كثير مشكلة عم تصير بأوروبا. بس هذا المطعم ورانا في شيف اسمه أبو مازن، هو بالأساس شيف وهي شغلته. فتحوا وهم بيقولوا إنه أطيب أكل عربي أكل بيتي، يعني العزابية هذا مكان مناسب. تعالوا نشوف ناكل أكل عربي على أصوله. الأكلات العربية أهم شغلة الموجودة عند حدا، الموجودة عندهم السجقات، الروس، المقادم والسانا. طبعا أنواع الكبة موجودة وبقوة على كيفكم. كمان موجود مندي، مناسف، فريكة كمان موجودين، يبرق، ورق عنب، محاشي كمان موجود.
ومشاوي. طبعا المنيو كثير كبيره، نحن جربنا هدول بحيث نجرب الاكل الطبيعي البيتي. يلا نقول بسم الله. تفضلوا. الاكل اللي عن جد مشتهيه من زمان هي سجقات. يا سلام. على فكره العالم تجي من اخر الدنيا بس مشان تدوق سجقاتهم. بسم الله. ما بدها شوكه ولا سكينه، رقيقه محشيه مزبوط. بسم الله. على الاصول على الاصول على الاصول. هذا ما يكون صاحب المطعم هو الشيف هيك بيطلع هيك النتيجه. يا سلام. هذا هي المسلوقه، يعني احنا باللاذقيه بنقليها، بس كمان هون في عندنا خيار المقليه، في عالم كان اهل حلب اهل الشام بيقلوها. هي المقليه طيب كثير، بس انا بفضل المسلوقه، المسلوقه بتكون طريه اكثر، المقليه بتكون هيك فيها كرانشي. انا عملتها، انا كنت فكر انها كثير صعبه، بس وقت عندك حفاره الكوسه بصير كثير سهل. طبعا اكيد المسلوقه بتكون كالوريز اقل، بس مين بده يسقع كالوريز بهيك اكلات؟ خد، هذا خد الخروف، كمان عندهم روس وليفه وهيك شغلات وكذا. خد الخروف، خد بشكل عام باي حيوان باي شيء هو اطيب قطعه لانه هي اطرى قطعه. خروف كذا موجود خدين بس فقط كل حيوان. يا سلام. بروتين على الحل، يعني لاعب الجيم لازم يجي ياكل هيدي. بين فريش، لحمه فريش، ريحه اللحمه نظيفه، البهارات طعمه، يعني معروفين محطوطين البهارات نظاميه، يعني ما انه لانه بنرجع بنحكي صاحب المطعم شيف صاحب مطعم شغل بيرفكت. على الكبه، هي الكبه عنده مشهورين فيها كثير، عندهم 3 انواع كبه اذا ما اكثر، بس هدول الموجودين هلا طلبناهم. هي الكبه المقليه والكبه المشويه والكبه الصاجيه. هيك ما شاء الله شو مدعومه. اذا بدك تفتح مطعم ما بدك تدعم اكلك هيك ما تفتح، عن جد ما تفتح. بسم الله. يا لطيف يا لطيف. كبه امي العاده. لك صحه وهنا. كمان انا عملتها، حطيت هيك قبيت مليون لحمه وسكرتها غير شكل. هيك عن جد العزابي اللي جو عائلي اللي حابين يجوا، المرة اللي ما حابة تطبخ تجيب جوزها واولادها ناكل اكل نفس اكل البيت بالجودة والكرم، هيدا موجود هون. يا سلام. معلمين الورق العنب اللي يبرق، الاكله الاكثر شهرة دائما هي اكثر شيء شغله صعب، لازم تكون مطاعم هيك مزيته مزبوط مع الحمض. بسم الله. لك كمان انا عملتها، لفيت حطيت غير شكل، لكن ما احلاها نظاميه. الوحده واختها طلعوا الدسامه حموضه فيها على الاصول، تماما على الاصول. محاشي كمان لازم تكون موجوده هون. بسم الله. ما بعرف اذا انا مشتاق على اكل البيت وعن جد اكله كثير طيب وهيك كثير متحمس، بس لا عن جد رهيبين، يعني ما في شيء غليظ، ما في شيء ما محل، وكل شيء متوازن، كل شيء على السنتي. ياه ما تقولي كمان انت عامله المحشي. كوسات كمان انا عملتها، صراحه هي اصعب شيء، ما بيزبط، يعني كثير بدها تكون قوي وبدها تكون صبر. اخر شيء نحلي بالمشاوي، المشاوي اكيد كمان ايزابيل عملتهم. برافو عليك يا دومه، كمان ما عملتها، بس هي اسهل شيء، تحطي شوي معناته بكتر، وقت بنرجع احسن مشاوي علي. طلعوا قطعه اللحمه والدهنه تاعتها. يا سلام. بسم الله. بدي اسمها دايبه رهيبه، رهيب. يعني بالمختصر المفيد، انت شو بدك بمطعم غدا؟ اكلات طيبه، اكلات عربيه، اكلات مرتبه، اكلات طعم البيت، وقعده عائليه بامتياز. الريف. بألمانيا كمان في محل اسمه تاكي سناكس، هذا عنده سناكات سندويشات لاذقانية، اللي مستلمين هذا المحل من شباب رواد عاملين السندويشات اللاذقانية بطريقة معينة جديدة، ومن أشهر المحلات خلي الواحد ياكل سناك. رح نجي نجرب هيك كم سناك هيك على السريع مشان نكمل. يا سلام. هي ذكريات الطفولة. هي السندويشة اسمها توشكا. توشكا هي عبارة عن لحم مفروم مع بهارات سجق خاصة، يعني اللحمة بسموها سجق مع جبنة موتزاريلا، ببساطة بس هالتنين بحطونا على الجرل هيك بتنهنه على مهلة، بتقرمش من برا تلاقوا هيك الجبنة طالعة رهيبة. هي كثير مشهورة بحلب ومشهورة باللاذقية مسميها توشكا. بسم الله. جرب. يا إلهي. خيار المخلل كثير بيلبق لك، بيعطيها هي الحموضة اللي بيوازن كل النكهات. العنصر الأساسي بلحمة السجق هي الثوم، هي بتختلف عن اللحمة الناعمة. الثوم الموجود فيها هو اللي بيعطي النكهة الأساسية، والبهارات كثير مكترين بهارات، لازم تكون هي فعلا هيك كرنفال بهارات ونكهات بالتم، رهيبة جدا. هي اللقمة الذهبية، توشكا، سجق، جبنة، خبز محمص هيك لذيذ مع الخيار المخلل. يا سلام. بداية رهيبة. اللي بعده. هي الفن اسمه فيلادلفيا، هو خبز
بعدين حطوا افوكادو، بعدين حطوا لحمه تكون كثير هيك من ظهر، اللحمه تكون تبلت، حطوا فلفله وبصل، بحطوا بالجريل بتطلع هيك نقاط ما معقوله. بعدين حطوا كومة الجبنه ما طبيعي، يعني جبل الجبنه، وبحطوا هيك الكل مع بعض وحطوا على خبز، بيطلع شيء ما طبيعي. هيكو هي ما معقوله ما معقوله ما معقوله. هذا على فكره بس بده شو، بسم الله، ما طبيعي. كريمين 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 السندويشه هيك يعني قبة الدنيا قبة الدنيا ما شاء الله. انا كثير مبسوطه فيها. صينية النقرشات، صينية السعادة، بتجي اونيون رينجز، موزاريلا ستيكس، تشيكن ناجتس، ساندويشة الكريسبي العالمية فريش مع بطاطا مع 4 صوصات. دلال، هي دلال يعني، هي بالمجلس هيك تطلبوها، بوكس رهيب، صينية رهيبة، تفضلوا. يا سلام، هدول شغلات كومفورت فود، بتاكل وبترتاح. جرب الكريسبي، كريسبي تتبيلته رهيبة وجبنة فوقه شوية سلطة، الخبز عندهم الخبز كثير مهم، خبز فريش كل يوم بيومه، ولهذا السمسم طعمته رهيبة. واو بسم الله. ماشي بدي اخربها للساندويشه مشان افرجيكم شغله. شوفوا نظافة التشيكن، نظافة الدجاج، مش ما هو عم تبله، شيء عن جد كثير رهيب. تتبيلة رهيبة، دجاج كواليتي عالي، لحم كواليتي عالي، خبز كواليتي عالي، كله اخذين يعني ما مسترخصين، لهيك تطلع اللقمه النهائيه رهيبه. هي ساندويشة زنجر، انا قلت عليها كريسبي، هي زنجر كمان خيال. هي بحب القرمشه، بحب هيك اللغوصه، ذهب. هلا صار وقت الحلو، بروح لي يلا الحلو. حلويات ببرلين ما في غيره غير الأندرجوت. هذا أساسيا، يعني إذا واحد بيجي لبرلين وما بتاكل من الأندرجوت كأنه ما بكون ببرلين. ما إنه ماده كمان unlimited، فبدنا نكون نقاقين. فهدول الشغلات 3 شغلات انا كثير بحبهم. اول شيء بدلوقه، هو مليون قشطه مفستو الفوق وهن هيك عم يزرزب هذا الليكويد تايب قشطه، ما معقوله ما اطيبها. ثاني شغله عنا الفستيه، فستيه هو جوا كمان القشطه مليون 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 فستو، يعني عن جد قبة الدنيا الفستو، كثير كثير طيبه. وثلاثه هذا اهم شيء، هذا انا يعني كل مكان بالاوروبا شو اسمه بالميدل ايست انا حسيت انا كثير بحبها، اشتقت لها يعني. هو معمول بقشطه، هو هلا بدنا نشوفه معموله مدلوقه. هي انا احيانا بشوف بالحلم تبعي عن جد، يعني انا مجنونه فيها. شو هو مدلوقه. اول شيء فيها عجينه كنافه مال سمنه ومال قطر، يعني هن بحطوا كل مع بعض بالميكسر، بيعملوا ميكس بيطلع شيء ما معقوله. بعدين شو بنحط؟ بنحط قشطه، بعد القشطه شو بنحط قشطه، وبعد القشطه شو بنحط قشطه. فهيك بصير شيء ما معقوله. وفوق شو بنحط؟ هيك رشه فستو، بيطلع هيك الكريمه وبيطلع شيء حلمي. معناتها شو بنقول بلا؟ بسم الله خلينا نجرب. خليني بس اقط من هون مشان انتم بتشوفوا فعلا. شوفوا كيف هون في عجينة كنافة. خليني اخذ هيك وحدة حلوة لطيفة ظريفة. بسم الله. لقيمة سعادة، لقيمة حلم، لقيمة واحد بفكر انه بس بدي كمل بهي اللحظة. كثير طيبة، بدك ما فيها، مجنونة فيها. قشطة وفستو هن 2 شغلات كتير طيبين، جمعوا بعض شو رح يصير؟ رح يصير اطيب. فهيك اطلع هي فستقية. فبدكم تشوفوا هون فعلا هي فستو تحته قشطة. شوفوا كيف رح شكله كريم كريم كريم. كلكم هي لقمة ما بيجي هيك، هذا واحد بده يكون فنان. القشطة كتر منه، وهون فستو فستية يا ولويني. شو بدكم فستو قشطة ذهب خلص. هيدا هي كتير 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 طيبة. فكرة انه انتم تفكروا قشطة وفستق عادي، هي اللعبة كلها بالقشطة. يعني اي محل بيقدر يعمل قشطة وفستق، شغلتها بسيطة، بس انك تعمل القشطة الصح
فابو الجود ما شاء الله محل الجود صاروا عم يصدروا القشطه، يعني صار في عندهم فروع تقريبا بكل الدنيا. هلا عم نحكي بالمانيا بهامبورغ فرع كثير كبير، فرع ثاني ببرلين، فرع بدوسلدورف قريبا، مفاجأة كثير بالدول العربية رح يكون ان شاء الله في اكثر فرع قريبا. واذا حدا مهتم انه ياخذ فرع فيكم تحكون، رح تكون معلومات كلها بصندوق الوصف. لعبة بالقشطة بسم الله خطيرة ما حلوة، يعني بتاكل قطعة 2 3 4 من دون ما تحس، فبتلاقي ارتفع السكري وارتفع الكوليسترول وارتفع السعادة وانت ما حاسس، يعني ما بيحلي على قلبك، لهيك خطيرة. قشطة كلها شغلهم، هذا هو النجاح، مهارة، مهنة أبا عن جد. أنا متحمس فرجيكم الشغلة بعد الفستقية، يا بتحبها إيزابيل، وهي نحن مستعدين نسافر لغير دولة عشان نجربها، مين بيعرف شو هي؟ غريبة قشطة هي السبب ليش نحن اصلا هون، هي اكثر شيء مشهور عند الجود صراحة، بيستاهل. طبعا فرجيكم شو كيف شكلهم، هن شكلهم مثل معمول، اصلا الفلسطينيين واللبنانيين اللي نشوفوا قالوا انه هذا معمول بالقشطة، بس يعني انه شوام بدهم نقول شيء قصص وحكاية، قالوا انه هي الغريبة، لانه عجينتها غريبة، شيء بتدوب هيك بالدم، يعني ما معقولة ما تبع. فطبعا فرجيكم كيف شكله من جوا. تمام هي هيك تمام، خليني اقطع. هو بيطلع هيك مليون قشطه، ما معقوله ما اطيبها، بس هدول خطير كثير كبير، لانه ما كثير بتحسوا بالحلاوه، فبتاكلوا وحده 2 3 4 بعدين الله اسمع فورا على تركيا، يعني والله العظيم كثير خطر. بسم الله ليكم احلاها. ان شاء الله سمعتوا قرش. القرشه ما مولك بتاع هيك حلاوه، وهون قشطه دوب هيك يا والويلي. عم اقول لك واحد تمام، بدي اخذ اجبار، بدي اخذ ثاني، بعدين بفكر واحد خليني طلع لي كاسة شاي وخليني اخذ ثاني، وهيك هذا خطيرة. طبعا هي كل يوم بيطلع فريش، يعني كل يوم بيعملوا فريش، فيكون القشطة تكون فريش وهي تكون فريش، فما معقولة كيف الطعم. انتم ما تخيلوا، اذا حدا ما بجرب ما بتخيل قديش طيبة، قديش نحن سافرنا ما ورجت له. هيك بيكون انتهى يومنا اليوم بالاكل. هدول اهم محلات ببرلين. لسه في دقايق ما دوناكها. تعال اسمع لي لهالقرشه، اسمع قرب لهون المايك. يا ويلاه كمان بالقشطة، كمان في جاي. انا والله ما بقى فيني، بس يعني هذا المنظر امانه، يعني حرام يتفوت. شكرا يا ابو الجود، شكرا يا ام الجود ورا الكاميرا كمان، شكرا كثير. شكرا فيديو ثاني، السلام عليكم.